ازيكم عاملين ايه؟ انا قلت ادردش معاكم النهارده شويه. انا بكلم النهارده الشباب او البنات اللي شايفه ان وزنها زياده وعارفه وعندها سمنه، بس المشكله لسه ما عندهاش الاراده ان هي تبتدي تعمل نظام دايت. هي متاكده وعارفه ان هي لازم تمارس رياضه. هي عارفه وحافظه انظمه الدايت ممكن تسمعها لنا كلها، بس لسه نقطه الاراده ان هي تبتدي تعمل رجيم ما جاتش. طيب احنا بنكلم بقى الشباب والبنات دول، هنقول لهم النهارده على شويه نصايح بسيطه جدا تعملوها من غير ما نبتدي في نظام دايت ولا اي حاجه خالص. اول حاجه عندنا ان احنا عايزين ناخد طبق السلطه قبل الاكل، بس مش مع الاكل، قبليه بقد ايه، من تلت ساعه لنص ساعه كويس جدا. تمام. حتى لو انتوا بتشتغلوا في الشغل وكده، كل المطاعم دلوقتي اللي بره بتقول لكم عايزين سلطه ولا لا، فاطلبوا السلطه وتفر كان نوعها ايه وخدوها دايما قبل الاكل. تاني حاجه شرب الميه. انا عايزه شرب الميه، طبعا ده اساسي عندنا في اليوم كله، بس بالذات قبل الاكل انا عايزه اشرب تقريبا في حدود كوبايتين ميه قبل الاكل، ممكن بنص ساعه. تالت حاجة، أهم حاجة واحنا بناكل ما نبقاش شاغلين مخنا بأي حاجة تانية غير الأكل. يعني أنت لو متعود على طول تتفرج على التلفزيون، على الفيلم أو الماتش أو تفر تتفرج على إيه، أرجوك وقت الأكل هنطفيه، ما تركزش غير في الأكل بس. مش عايزة أي حاجة تشتت المخ عن كمية الأكل اللي أنت واخدها. رابع حاجة والأخيرة، عايزين بالنسبة لنا ناكل بمعلقة صغيرة أو بالشوكة، وات ايفر انت بتاكل ايه. لو بتاكل رز او مكرونه او كده، كله بالمعلقه الصغيره او الشوكه. لو بتاكل عيش ساندوتش او كده، صغر اللقمه بس انت بتاكلها. يعني هتاكل زي ما انت عايز تاكل، اوكي، بس صغر بس الكميه اللي انت بتاخدها كل مره. يعني 4 نصايح بسيطه: السلطه، شرب الميه، ما نتفرجش على اي حاجه، والاخيره كانت عندنا ان احنا نصغر كميه الاكل اللي ناخدها كل مره. تمام. انت تابعوا لي بس الموضوع ال4 نصايح البسيطه ديت لمده اسبوع، تكونوا واخدين الوزن قبل. انا متاكده ان انتوا هتلاقوا يعني حافظتوا على وزنكم، وغالبا هيبقى اقل، وانا متاكده من كده، بس تابعوها لمده اسبوع كامل. نصايح بسيطه ما فيهاش لسه دايت، لسه ما ابتديناش اي حاجه خالص، بس هي تديك دفعه بس ان انت الموضوع نبتدي، الاراده تيجي، احنا الاراده جت هتلاقي الموضوع بعد كده كله سهل. تمام. اتمنى يبقى فيديو النهارده البسيط دوت عجبكم ان شاء الله، ولو حد عنده اي مشكله ابعتها له في الكومنتس ان شاء الله وارد عليكم. باي باي.